السلام عليكم. أنا في واحد سيوة، وهي منطقة من أجمل المناطق في مصر، وتحديدا في منتجع جزيرة طغاغين. في جزيرة اسمها جزيرة طغاغين، زي ما انتم شايفين المية اهي، المنظر اهو، منظر يرد الروح. في جبال هناك، في المنظر هنا، في شاليهات على البحيرة مباشرة، في مراكب بتطلع رحلات. أنا كده في القاعدة فوق في المنتجع، ودي أعتقد مركب بتطلع الرحلة لشاف الغروب من مكان تاني. يبتدي أنزل من هنا أوريكم المنظر إزاي. في قاعدة هنا برضو، أنا كده نازل للدور التحتاني، أو مش الدور التحتاني، أنا كده في الدور الفوق، نازل للأرض يعني. في قاعدة هنا برضو، أنا بس نازل بشويش. في حمام هنا، طغاغين مكتوبة، في نسناس. جزيرة طغاغين السياحية. هنا في بركة للعوم، أعتقد مية مملحة طبعا. دي البركة، دي صالحة العوم، في ناس بتعوم فيها، بس أنا بحاول ما أطلعش حد. والجزيرة زي ما انتم شايفينها، هنلاقي المية، قصدي البحيرة. هدخل في الشاليه أوريكم المنظر يبقى عامل إزاي. الشاليهات دي على البحيرة مباشرة. هنا الشاليه ده، هنا الحمام، في سخان مياه كبير، مياه سخنة وباردة، سرير كبير. وميزته بقى هنا لما نفتح كده، أنا كده على البحيرة مباشرة. طبعا ده ملح، وده هنا قاعدة، دي مكان خاص يعني تقف هنا محدش شايفك، ماشي، غير في الجناب يعني شالات في الجناب. لكن المنظر حقيقي رائع، حقيقي يعني. انا بوصي اللي عايز يجي يستمتع بقعاد واسترخاء وراحة بال انه يجي منتجع طغاغين. منظر حلو جدا، قاعدة حلوة جدا، معمولة نظام بدائي، خوص وملح، ده لامتصاص الطاقة اعتقد، او يعني يعمل طاقة ايجابية، مش بيقولوا ايه بالظبط. لكن المنظر حلو جدا، واوصي ان كل الناس، طبعا انا اللي باين في المرايه هنا في الازاز ده هناك، هي منظر حلو جدا، منظر البحيره
بالشاليهات، اللي يجي يطلب الشاليهات اللي هي على البحيرة مباشرة حقيقي هيستمتع جامد جدا. ولفيديوهات أخرى تانية على قناتي، قناة محسن جلال الدين.